يختلف اثنان أن قبول التونسيين ما بعد 14 جانفي بالرئيس المؤقت السيد فؤاد المبزع وبحكومتكم وبكل المؤسسات بما في ذلك هيئتنا إلا بحثا منه عن تأمين استمرار الدولة كضمان لاستقراره وأمنه، بما أن الدولة هي المحتكر الشرعي للعنف. لكننا صرنا نلاحظ ضريبة تنبأ بوجود دولة داخل الدولة، فنجد صراعا عروشيا مسلحا وجماعات أخرى تتصرف وكأنها جهاز أمني تمنع وتبيح أشياء أخرى تهدد المواطن في معيشته وتهدد أيضا نشاط المجتمع المدني والسياسي، وقد حد إلى تغيير الراية الوطنية فوق مؤسسة عمومية، دون أن ننسى سجن القصرين والذي يبدو وكأنه مسكون بآلهة النار. وقد أدى هذا الوضع الأمني إلى ظاهرة خطيرة أخرى، وهي أن بعض الأحزاب ولتأمين نشاطاتها ذهبت إلى بعث أجهزة أمنية خاصة بها، وكلها عوامل لا تؤدي فقط إلى بروز أكثر من تجمع دستوري جديد والتشويه الحياة قبل، بل تؤدي أيضا إلى عدم تأمين سلامة الانتخابي وعدم إمكان إجراء انتخابات حرة ونزيهة. وهنا نطلب من سيادتكم تمكيننا من سماع وزير الداخلية والمولف بالإصلاح لديه. فما يحدث السيد الوزير يقوض هيبة الدولة التي كثيرا ما تكلمتم عنها، والتي كما تعلمون قائمة على عنصرين أساسيين، أولهما الرهبة والخشية المرتبط بالعقاب، وثانيهما الاحترام المتأتي من الالتزام بقواعد وقيم مضطردة وبخدمتها لهدف عام يتعدى مصالح القائمين عليها، فالاحترام مرتبط بالقانون. وهنا سيد الوزير أذكركم أنكم عند تقديمكم لحكومتكم الموقرة قلتم أنكم جئتم ومهمتكم تخليص الحرير من الشوك، إلا أن أشواك في تزايد مستمر لا نجد معه خيوط الحرير. صرنا نخاف معه أن يقول التونسي مثلا آخر وهو لقاها تبكي من هم الرجال قال له اسكتي ناخذك. ويؤسفنا أن تكون الحكومة مساهمة في ذلك عدم اتخاذها إجراءات أمنية واضحة أو إيجابا عبر المساهمة في تأجيج هذه الأوضاع، وهو ما نجده في التعديل الوزاري الأخير والذي يطرح تساؤلات عديدة حول المقاييس فيعين مثلا في وزارة التجهيز شخص متعلقة به تهم حول الفساد، وتعفى وزيرة الصحة من مهام رغم ما قامت به من جهود في دخولها الجهات الداخلية والمعمقا في مشاكل القطاع الصحي. إضافة إلى ذلك نجد إمضاءكم على قروض ضخمة لا تتعلق بما هو عاجل وإنما بتخطيط المستقبل الأمد، وكأنكم على علم بما سيفضي إليه المجلس التأسيسي أو أن هناك نية في تغيير المسار. فلا أظن أننا اليوم في حاجة يتعلق بإصلاحة الحوكمة والتنمية التشاركية والحوكمة والفرص والدعم القطاعي. وهنا سيد الوزير أتساءل حول البرنامج لهذه القروض. من ناحية أخرى وفي علاقة بالهيئة العليا نرجو المساهمة في احترام الفصل من المرسوم المحدث لها والمتعلق بإبداء رأي بالتنسيق مع الوزير الأول حول نشاط الحكومة. ثانيا نطالب سيادتكم بتعديل المرسوم فيما يتعلق علانية مداولات الهيئة والقضاء بالبث المباشر مداولات حتى يكون المواطن التونسي على علم بما يدور داخل هذا الفضاء، ونساهم معا في تأثيث وعيه حول ما يدور في مجتمعنا. إضافة إلى ذلك قبل الانتخابات نطلب من سيادتكم التنسيق مع الهيئة المستقلة للانتخابات حول احترام 29 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي. ختاما سيد نحن لا نطلب منكم أن تمنعوا الخريف القادم من أن يحمل أوراق الأشجار، ولا من سيادتكم أما في أن تكون في تحقيق حلم أجيال متعاقبة في أن تكون تونسنا جمهورية ديمقراطية حدثية ذات طابع اجتماعي. وشكرا. شكرا.